السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنهضروا فيه على موضوع كيشغل بزاف ديال الناس في المغرب هاد الايام، وهو التاخير ديال الدعم الاجتماعي المباشر. بزاف منكم كيتسناو المساعده اللي وعدوكم بها، ولكن للاسف كاين بزاف ديال المشاكل اللي كتعطل الوصول لهذا الدعم. ففي هذا الفيديو غادي نشوفوا الاسباب ديال التاخيرات وكيفاش تقدروا تواجهوها، وبالطبع الحلول الممكنه باش الوضع يتحسن. فخليكم معنا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا جميع التفاصيل، وما تنسوش تشجعونا باعجاب الفيديو، ما خاسرين والو. بزاف ديال الناس في المغرب كيتشكاو على التاخر ديال الدفعه ديال يناير 2025 ديال الدعم الاجتماعي المباشر. دابا حنا في اخر الشهر والمفروض انكم تكونوا تلقيتوا الدعم من زمان، ولكن المفاجاه مازال ما بان حتى شي مبلغ في الحسابات ديال الناس، وكل واحد كيسول واش الدفعه غادي توصل، واش فعلا غادي يدعموا الناس اللي محتاجين في الوقت المناسب. هذا التاخر ماشي شي حاجه جديده، ولكن الصراحه كيبقى مشكل كبير، خصوصا للناس اللي كيجيهم الدعم المباشر باش يكملوا الشهر ديالهم. ماشي غير في هذا الشهر، حتى في الاشهر اللي فاتوا كان بزاف ديال الناس عندها مشاكل ديال التاخر، خصوصا في الدفعات ديال اكتوبر ونوفمبر 2024. ودابا كنتسناو نشوفوا كيفاش غادي يكون الوضع في يناير 2025. بالنسبه لي السبب الرئيسي اللي كاين وراء التاخر هو عمليه التدقيق والتحقيق من الاهليه ديال المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر. مني سمعنا السي القجع كيهضر على الموضوع في المره السابقه، قال ان الهيئه المسؤوله على الدعم كدير عمليه تفحص دقيقه للمعطيات ديال الناس، وهذا الشيء ضروري لضمان ان الدعم غادي يوصل فعلا للاشخاص اللي كيستحقوه. يعني ماشي كل واحد عنده الحق في الدعم، ولكن خاصهم يتاكدوا من المعايير كلها، من الدخل ديال الشخص مثلا والحاله الاجتماعيه ديالو وكل التفاصيل الاخرى. هذا التدقيق ماشي سهل وكيحتاج وقت بزاف، وهذا الشيء علاش كتعطل الدفعه ديالكم. وفي الاخير الهدف هو ضمان ان الدعم كيوصل للناس اللي فعلا محتاجين ليه، وماشي اي واحد كيطلبه. واحد من الحاجات اللي عجبتني في النظام ديال الدعم الاجتماعي المباشر هي التحديثات اللي كيتم اجراها بشكل مستمر على حالات الطلب. يعني ملي كتدخل الموقع والتطبيق مثلا كيطلع لك واش الطلب ديالك مازال في طور المعالجه ولا وصل للبنك ديالك، او واش قبلوه مثلا ولا رفضوه. هاد التحديثات كتسهل عليك بزاف لانك كتقدر تعرف فين وصل الطلب ديالك وما كتخليش الامور ضبابيه عليك. لكن كيبقى المشكل في ان هاد التحديثات كتاخر بزاف، وخصوصا مع اقتراب نهايه الشهر. مثلا الناس اللي عندهم التزامات في اخر الشهر كيبقاو ينتظروا بزاف باش يعرفوا واش الدعم ديالهم وصلوا ولا لا. هو الشيء كيسبب لهم مشاكل كبيره، خصوصا في تسديد الفواتير او حتى في شراء الحاجات ديالهم الاساسيه. من وجهة نظري خاصنا نكونوا واقعيين ونعرفوا ان العمليه ديال الدعم الاجتماعي المباشر كتمر من بزاف ديال المراحل، وهذا الشيء كيطلب وقت بزاف. ولكن ملي كتكونوا في حاجه ملحه للدعم خاص المسؤولين يسرعوا العمليه قدر الامكان. الوقت كيكون حاسم بالنسبه للناس اللي معتمدين على هذه المبالغ باش يكملوا الشهر ديالهم. لو كانت العمليه ديال المعالجه والتحديثات اسرع كيبقاو الناس على درايه بحالات الطلب ديالهم قبل ما يوصلوا لنهايه الشهر. تسريع هذه العمليه غادي يساعد بزاف ديال الناس، خصوصا الاشخاص اللي عندهم التزامات ماليه متراكمه، بحال مثلا الفواتير، عندهم الفواتير ديال الماء مثلا وديال الضوء، او حتى عندهم كاين شي وحدين عندهم الكريديات. تخيل معايا ان الواحد يكون عنده حساب بنكي فيه الدعم المستحق، ولكن في اخر لحظه كيكتشف ان الطلب ديالو مرفوض. يعني كيكون قدامه مشكل كبير كيتحمله هو. الحل هو انه نتمنى من المسؤولين يعطيو الاولويه لتسريع الاجراءات ديال الدعم باش الناس تقد لهم الطلبات ديالهم في وقت مناسب ويقدروا يدبروا الامور ديالهم. دابا بغيت نهضر معكم على بعض الاخطاء اللي تقدر تسبب لك في الرفض ديالك في الدعم المباشر، حيت ماشي كل واحد كيكون عنده مشكل مع الدعم بسبب خارج الاراده ديالو. في بعض الاحيان كاينين شي امور بسيطه اللي ما كتردليش البال وتقدر تكون السبب باش توقف الدعم ديالك. مثلا يمكن يكون عندك مشكل في الاعداد ديال الحساب البنكي ديالك، يعني ما يكونش الحساب مفعل مثلا، او الاسم ديالك مثلا ما كيوافقش مع البيانات المسجله في الدعم. يمكن تكون مستفد من الدعم الجزافي السابق وتعرضتي لمشاكل في التحديثات اللي دارت الحكومه. اللي كيوقع هو ان كاين بزاف ديال الناس كيظنوا ان كلشي كيدوز بشكل تلقائي، ولكن العمليه ديال الدعم كتطلب الدقه. يعني اذا كان عندك اي خطا في المعطيات ديالك او شي وثيقه ناقصه فالدعم غادي يتاخر وحتى ممكن يترفض. الحل هو انك تشوف واش كلشي مراجع وتشوف البيانات ديالك واش مقادين. اذا كان عندك مشكل في شي حاجه حاول تصلحها بسرعه باش ما يكونش التاخر. اما من جهه اخرى كاين مشكل كبير كيعاني منه بزاف ديال الناس اللي ما عندهمش التغطيه الصحيه مستوفيه الشروط. الدعم الاجتماعي المباشر غالبا كيتعلق ببعض المتطلبات، واهمها التغطيه الصحيه. يعني اذا كنت ما مسجلش في التغطيه الصحيه او موقعش تحديث للوضع ديالك في النظام، الدعم ما غاديش يوصلك حتى تحل هذه المشاكل. هذا واحد من الاسباب اللي كتاخر عمليه الدفع. والمشكل هنا هو ان الناس كيظنوا ان الدعم غادي يوصل لهم بلا ما يديروا التحديثات للنظام ديالهم، ولكن هذه الفكره خاطئه. اذا كنت محتاج للدعم ولكن عندك مشكل في التغطيه الصحيه خاصك تصلح الوضع ديالك قبل ما دير اي طلب جديد، وهذا امر ضروري باش تكون مستحق للدعم. ويمكن لك دير هذا الشيء عبر صندوق الضمان الاجتماعي او من خلال زياره الوكالات المعنيه. اللي بغيت نقول لكم هو ان نقص في التغطيه الصحيه يمكن يسبب تاخير كبير او حتى الرفض ديالك في الدعم، وبالتالي خاصك دير التحديثات اللازمه في الحين.
واحد النقطة خاصنا نركزوا عليها مزيان، هي كاين عدد كبير من الناس اللي كيقدموا شكاوى حيت ما كيتوصلوش بإجابة واضحة ولا حتى وقت طويل بعد ما قدموا الطلب ديالهم. أول حاجة خاصك تعرفوا أن النظام ديال الدعم الاجتماعي المباشر كيتعامل مع عدد هائل من الملفات، وهادشي كيخلي الأمور ما تكونش ديما سريعة. إذا كنتي من الناس اللي كيقدموا شكاية وعندهم مشكل في الدعم، ما خصكش تخلي الأمور ديالك تراكم وتسنى بلا فايدة. واحد من الطرق اللي تقدر تستعملها هي أنك تتصل بمركز النداء المخصص لهذا الدعم وطلب منهم التوضيح ديالك في الملف ديالك، وتقدر تجيك واحد الإجابة، وغالبا كيكون الجواب على هذا الشكل هذا: تم تسجيل الشكاوى ديالك وإن شاء الله غادي نتواصلوا معك في أقرب وقت. لكن هادشي ما كيعنيش أن المشكل ديالك راه تحل. أحيانا كيكون تأخر بسبب الضغط على النظام، وأحيانا كيكون المشكل في المعلومات الشخصية وفي التحديثات ديالك. وأهم حاجة هو أنك تبقى متابع الحالة ديالك وتأكد من أن جميع المعطيات ديالك صحيحة ومحدثة. مثلا خاصك تأكد من أنه ما كاين حتى شي تغيير في العنوان والحساب البنكي أو حتى في التغطية الصحية، حيث أي تغيير في واحد من هذه النقاط غالبا غادي يسبب في الرفض ديال الدعم ديالك أو التأخر ديالو. أما إذا كنت عارف أن كل شيء في بلاصتو فحاول تبقى صبور، لأن التأخير في الإجابة ما كيعنيش بالضرورة أن الأمور ما غاديش تحسن. في الغالب الإخوان في المؤسسات الحكومية كيحاولوا يحلوا المشاكل، ولكن مع الضغط اللي عندهم بزاف خاصك تكون واعي أنهم ما يقدروش يجاوبوك في الوقت اللي كنتي كتبغي انت. وأخيرا، إذا لقيتي أن الرد بطيء بزاف حاول تتواصل مع الجهات المحلية أو مكتب حكومي قريب منك يكون عنده مثلا علاقة بالملف ديالك، هما غادي يعطيوك توجيه أفضل على كيفية تصحيح الأمور ديالك وتسريع المعالجة ديال الطلب ديالك.